بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم هو حجم المجسمات. لنبدأ على بركة الله. درسنا في الحصة السابقة المجسمات، وقلنا هي أشكال ثلاثية الأبعاد لها طول وعرض وارتفاع، وتعرفنا على أشكال من المجسمات، وأيضا تعرفنا على شبكات المجسمات. الآن سوف ندرس حجم المجسمات. ما هو الحجم؟ حجم المجسم هو مقدار الحيز الذي يشغله هذا المجسم من الفراغ أو من الفضاء. يقاس حجم أي مجسم هندسي بعدد الوحدات المكعبة التي تكون هذا المجسم الهندسي. إذن كيف نحدد حجم صندوق مثلا على شكل متوازي مستطيلات طوله 4 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر وارتفاعه 2 سنتيمتر؟ نحدد حجم هذا الصندوق بمجموع الوحدات المكعبة، بمجموع عدد الوحدات المكعبة التي تملأ هذا الصندوق. حجم متوازي المستطيلات يساوي عدد الوحدات المكعبة التي تملأه. ما هي الوحدات المكعبة؟ الوحدات المكعبة هي مكعب طوله 1 سنتيمتر وعرضه 1 سنتيمتر وارتفاعه 1 سنتيمتر. فإذا كان عندي متوازي مستطيلات، كم نحتاج مثلا طوله كم نحتاج من هذه المكعبات لكي نملأ هذا الصندوق؟ 1 نحتاج 2 3 4 حنحتاج إلى 4 أخرى هنا في الأمام. 1 2 3 4. إذن عندي 8 وحدات مكعبة، صح ولا؟ 4 في الخلف و4 في الأمام. إذن ما طول متوازي المستطيلات الآن؟ طوله 1 2 3 4، طوله 4. ما عرضه 2، لأن هذا المكعب عرضه 1 وهذا 1، إذا أصبح 2. ما ارتفاعه؟ لاحظ إن هنا احتجنا في الأسفل إلى 8، سنحتاج أيضا في الأعلى إلى 8 1 لكي نملأ الصندوق بهذه الوحدات. 3 بهذه الوحدات المكعبة. 4 سنحتاج إلى 4 في الأمام. 1 2 3 4. إذن ما ارتفاعه 2، عرضه 2 وطوله 4. كم احتجنا الآن إلى وحدة مكعبة حتى امتلأ هذا الصندوق؟ احتجنا إلى 8 في تحت و8 فوق، 16. إذن حجم متوازي المستطيلات اللي هو هذا الصندوق الذي على شكل متوازي مستطيلات، حجمه هو 16 وحدة مكعبة. إذن حجم أي مجسم يحدد بعدد الوحدات المكعبة التي يمكن أن تملأ هذا المجسم. طوله 4 زي ما قلنا، وعرضه 2 وارتفاعه 2. عدد الوحدات المكعبة 16 وحدة مكعبة. حجم متوازي المستطيلات يساوي 16 سنتيمتر مكعب، وهو السنتيمتر المكعب هو وحدة قياس الحجم. الآن ركز أيها التلميذ. لملء متوازي المستطيلات السابق بالوحدات المكعبة حنحتاج إلى طبقتين من هذه الوحدات. كل طبقة تحتوي على 4 ضارب 2 من المكعبات. هذه الطبقة الأولى، صح ولا لا؟ تحتوي على 4 في 2 من المكعبات. 4 في 2 في الحقيقة هي مساحة القاعدة، حيث مساحة قاعدة متوازي المستطيلات. حنحتاج منها 1 2 3، قلنا 4. أيضا 1 2 3 4، إذن 8، صح ولا لا؟ حنحتاج إلى طبقتين، طبقة أخرى. 4 في 2 حنحتاج إلى طبقة أخرى. كل طبقة تحتوي على 8 مكعبات، هذه طبقة وهذه طبقة الثانية. إذن حنحتاج إلى طبقتين حتى يمتلئ هذا الصندوق. إذا نحتاج إلى 4 في 2. 4 في 2 هذه نبي منها 2 حتتكرر مرتين،
إذا ضارب 2. 4 في 2 ضارب 2. 4 في 2 اللي هي هذه 4 في 2 حنكررها مرتين، الارتفاع مرتين، ضارب 2. ضارب 2 اللي هو هذا الارتفاع حتتكرر مرتين مش يتعبى الصندوق. الأربعة في الحقيقة هي الطول، بينما 2 هو العرض والارتفاع هو 2 أيضا. إذا حجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع. إذا حجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع. لاحظ أن الطول في العرض هيعطيني مساحة القاعدة. مساحة الطول في العرض هيعطيني مساحة القاعدة بتاع متوازي المستطيلات اللي هو مساحة المستطيل السفلي، مساحة الوجه السفلي، وهو القاعدة التي يرتكز عليها متوازي المستطيلات. إذا نقدر نحول الطول في العرض ونحطه في مكانها مساحة القاعدة. الطول في العرض مش هي مساحة القاعدة؟ إذا نحول الطول في العرض نحوله ونحط في مكانه مساحة القاعدة. إذا تحصلنا على قانونين. القانون الأول يقول أن حجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع. بما أن الطول في العرض في الحقيقة هو مساحة القاعدة بتاع متوازي المستطيلات، إذا حجم متوازي المستطيلات يساوي مساحة القاعدة ضارب الارتفاع. هذين القانونين اللي بنطبق فيهن في المسائل التي يطلب مني فيها إيجاد حجم متوازي المستطيلات. إذا حجم متوازي المستطيلات القانون الأول يساوي الطول في العرض في الارتفاع. إذا مثلا في المسألة ما طلبش حجم متوازي المستطيلات، طلب بالطول وأعطاني الحجم، أو طلب بالعرض أو طلب بالارتفاع. كان المطلوب مثلا هو الآن الطول. لاحظ حنحتاج إلى مثلث نسميه هذا المثلث اللي هو مثلث القانون بتاع حجم متوازي المستطيلات. حنقسمه إلى طابقين. الطابق العلوي فيه حجم متوازي المستطيلات، بينما الطابق السفلي فيه 3 حجر. كل حجرة الحجرة الأولى فيها الطول، والثاني العرض، والثالث الارتفاع. فإذا كان مثلا المطلوب في المسألة الطول، حنغطي على الطول ونقول الطول يساوي ماشي. إذا كان غطينا على الطول هنقول الطول يساوي حجم متوازي المستطيلات على العرض في الارتفاع. بقى كان مطلوب العرض حنغطوا على العرض، حنغطوا على العرض ماشي شوية. هو كان مطلوب الطول، كان مطلوب الطول، إذا حنغطي على الطول هني، حنغطي على الطول معلش يا الطول حنغطوا عليه، حنغطوا على الطول عشان حيقعد عندي في المثلث يقعد حجم متوازي المستطيلات ولوطة فيها العرض ضارب الارتفاع. إذا الطول يساوي الحجم فوق بينما لوطة العرض ضارب الارتفاع. الآن لو كان نبي العرض حنغطي على العرض، لو كان نبي العرض حنغطي على العرض، نغطي على العرض شنو يقعد لي؟ يقعد لي الحجم فوق، حجم متوازي المستطيلات فوق في الأعلى في الطابق العلوي، بينما في الطابق السفلي فيه الطول ضارب الارتفاع، الطول ضارب الارتفاع. الآن إذا كان المطلوب هو الارتفاع حنغطوا على الارتفاع، معلش صار فيه حنغطوا على الارتفاع، معلش حنغطوا على الارتفاع، حنغطوا على الارتفاع اللي هو ده حنغطوا عليه، وحيقعد في المسألة الارتفاع يساوي حجم متوازي المستطيلات فوق والطول ضارب العرض في الأسفل في المقام. إذا هذا المثلث يمكن عن طريقه حل المسائل التي يطلب فيها مني الطول أو العرض أو الارتفاع. إذا كان طلب مثلا حجم متوازي المستطيلات، حنغم على حجم متوازي المستطيلات، نغم عليه يصبح حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول، شن قعد فيه المثلث إذا كان غمينا على حجم متوازي المستطيلات، الطول ضارب العرض ضارب الارتفاع. إذا الحجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضارب العرض ضارب الارتفاع. الآن إذا حجم متوازي المستطيلات يساوي أيضا مساحة القاعدة ضارب الارتفاع. حنديروا مثلث آخر ماشي. إذا كان نبي مثلا حجم متوازي المستطيلات حنغمه على حجم متوازي المستطيلات، يصبح عندي حجم متوازي المستطيلات يساوي مساحة القاعدة ضارب الارتفاع. هذا اللي قاعد في المثلث. الآن إذا كان مطلوب مثلا مساحة القاعدة حنغطوا على مساحة القاعدة، مش قاعد في المثلث، قاعد حجم متوازي المستطيلات في الأعلى
والارتفاع في الأسفل. حجم متوازي المستطيلات في الأعلى والارتفاع في الأسفل. إذا كان طلب الارتفاع مثلا، الآن حنغم على الارتفاع، حنغم على المطلوب. دائما احنا نغطي على المطلوب في المثلث، نغطي على المطلوب في المسألة. شنو قاعد لي؟ قاعد لي حجم متوازي المستطيلات في الأعلى ومساحة القاعدة في الأسفل. الآن ناخذ أمثلة لزيادة الفهم. مثال واحد: متوازي مستطيلات طوله 12 وعرضه 8 وارتفاعه 9، أوجد حجمه. إذا هذا متوازي مستطيلات طوله 12 عرضه 8 وارتفاعه 9. أوجد الحجم. أول شيء نكتب القانون. الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. الآن نطبق. الحجم يساوي الطول هو 12 ضارب العرض 8 ضارب الارتفاع 9. عندنا ضرب 12 في 8 في 9 تكون النتيجة 864 سنتيمتر مكعب. هذه هي وحدة قياس الحجم، ما ننساش سنتيمتر مكعب. حجم المكعب طبعا يساوي الطول في العرض في الارتفاع، لأن المكعب هو الطول في العرض في الارتفاع. لاحظ أن حجم المكعب الطول في العرض هي عبارة عن مساحة القاعدة بتاع المكعب. إذا نحولوا الطول في العرض ونحط مكانه مساحة القاعدة. لاحظ المكعب له 6 أوجه مربعة متطابقة. إذا أحرف المكعب يعني طوله وعرضه وارتفاعه متساوية كلها. إذا الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع، وبالتالي حجم المكعب يساوي الطول في الطول، لأن الطول نفس العرض نفس الارتفاع. حجم ارتفاع المكعب يساوي طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف. الآن مثال 2: مكعب طول حرفه 8، لأن طوله كيف عرضه كيف ارتفاعه. إذا كان طوله 8 إذا حتى عرضه 8 حتى ارتفاعه 8 المكعب، لأنه يتكون من 6 أوجه مربعة متطابقة. إذا حجم المكعب بما نقول الطول في العرض في الارتفاع نفس الشيء 8 في 8 8، أو الطول في الطول يعني 8 في 8 في 8. النتيجة هي 512 سنتيمتر مكعب. مثال: أوجد ارتفاع متوازي مستطيلات. هذه الرسمة، هذا المجسم هو متوازي مستطيلات، ماشي، طوله 6 عرضه 5 والارتفاع مجهول، وأعطينا الحجم 300. في المسائل السابقة كان يعطي الطول والعرض والارتفاع والمطلوب هو الحجم. الآن أعطينا الحجم، قال لي الحجم 300 سنتيمتر مكعب والطول 6 والعرض 5، كم يكون الارتفاع؟ طبعا هنا يعني الحجم هذا 300 منين جاني؟ ضربت 6 في 5 اللي هو 30 ضربتهم في الارتفاع أصبح 300، صح ولا لا؟ الحجم بقت 30 فيش ضربتها باش أصبحت 300؟ إذا النتيجة هي 10، إذا الارتفاع هو 10. الآن قد تكون الأرقام كبيرة وما نقدرش نخمن بهذه الطريقة، لذلك نحتاج إلى هذا المثلث. المطلوب الارتفاع، حنغطي على الارتفاع ونقول الارتفاع يساوي، عندما نغطي على الارتفاع حيقعد حجم متوازي المستطيلات فوق، بينما الوسط حيقعد الطول ضارب العرض. إذا ارتفاع يساوي حجم متوازي المستطيلات فوق والوسط الطول ضارب العرض. حنطبق الآن في القانون. حجم متوازي المستطيلات 300 حنحطه فوق، 300 حنحطه فوق، هو الحجم قال لي 300 حنحطه فوق، بينما الطول لوطة اللي هو كم الطول؟ الطول 6، طول 6 ننظر للمجسم نجد ان الطول 6 ضارب تنزل زي ما هي العرض. كم العرض؟ العرض 5، ننظر إلى المجسم العرض فيه 5. الآن نقوم بعملية الضرب التي في المقام، 6 ضرب 5 30، ثم نقسم. إذا 300 على 30 اللي تساوي كم؟ 10 سنتيمتر، كما خمنا وتوقعنا ان الارتفاع ضرب 10. ترى نضرب توا الطول في العرض في الارتفاع حيعطيني صح 300 الحجم، 6 في 5 30، 30 في 10 300، 30 في 10 300. إذا الحل بتاعي صحيح، الحل صحيح. مثال 4: أوجد حجم المكعب بمعلومية مساحة الوجه. احنا قلنا حجم المكعب بمعلومية المساحة، أما قانون ناخذ القانون اللي فيه مساحة الوجه، اللي يقول لي حجم المكعب الطول في العرض في الارتفاع، لا هناخذ اللي هو الطول في العرض. الطول في العرض هو مساحة الوجه، مساحة الوجه هو الطول في العرض، مساحة الوجه اللي هو الطول في العرض. قال لي هنا مساحة الوجه شنو هو الطول معلش العرض في الارتفاع. مساحة الوجه هنا هي العرض في الارتفاع، هذه هي مساحة الوجه هو العرض في الارتفاع. إذا العرض في الارتفاع هذه هي مساحة الوجه، صح ولا لا؟ إذا
الآن حجم المكعب اللي هو الطول في العرض في الارتفاع، هنحوله العرض في الارتفاع ونحط مكانها مساحة الوجه، لأن العرض في الارتفاع تمثل مساحة الوجه. إذا العرض في الارتفاع هي مساحة الوجه. إذا حجم المكعب هي الطول ونضربها في مساحة الوجه. الطول 6 والعرض ضارب الارتفاع أعطاني المساحة بتاع الوجه، لأن مساحة المستطيل اللي هو الطول في العرض. باهي هذا طوله اللي هو يمثل الآن الارتفاع وهذا عرضه. إذا حجم المكعب الطول هو 6 تنزل ضارب مساحة الوجه كم؟ 28. 6 ضارب 28 النتيجة هي 168 سنتيمتر مكعب. مثال 5 أوجد الارتفاع. الآن الارتفاع مجهول وأعطيني الحجم. هذا الارتفاع وهنا أعطيني مساحة الوجه. إذا هنا حنستخدم المثلث اللي فيه مساحة الوجه. المثلث اللي ما فيش الطول والعرض والارتفاع، لا بنستخدم المثلث اللي فيه مساحة الوجه اللي هي مساحة القاعدة. أعطيني المساحة اللي هي 32 وأعطيني الحجم 6400 سنتيمتر مكعب، عفوا سنتيمتر مكعب هنا، ويبي الارتفاع سنتيمتر مكعب لنصححها، هنا وحدة قياس الحجم هي سنتيمتر مكعب، ويبي الارتفاع. إذا نحن قلنا المجهول في المثلث هنغطوا عليه، هنغطي على الارتفاع. شنو حيقعد في المثلث؟ حيقعد حجم متوازي المستطيلات في الأعلى ومساحة القاعدة في الأسفل. إذا الارتفاع يساوي حجم متوازي المستطيلات على مساحة القاعدة. النزل يساوي تحت اللي يساوي حجم متوازي المستطيلات كم؟ 6400. حنحطوه فوق لأنه قال لي حط الحجم فوق. اللوطة حنحطه مساحة القاعدة اللي هي 32. حنختصر طبعا هنا على 32. 32 تقسيم 32 فيها 1. نبدأ باليسار. 6 تقسيم 32 ما تجيش. 64 كم فيها 32؟ فيها 2، لأن 32 زائد 32 يطلع 64 فيها 2. والصفرين هذين يرجع، أو نقولوا 0 تقسيم 32 بصفر و0 تقسيم 32 بصفر. إذا يساوي كم؟ يساوي 200. إذا الارتفاع يساوي كم؟ يساوي 200 سنتيمتر. 200 سنتيمتر لأن الارتفاع فقط وحدة طول، سنتيمتر هي وحدة طول من غير تربيع أو تكعيب. 200 سنتيمتر. إذا يساوي كم الارتفاع؟ 200 سنتيمتر. مثال 5 أو مثال 6 عفوا. المجسم مكون من مكعب طول حرفه 6 سنتيمتر. هذا مجسم متكون من مكعب طول حرفه 6 سنتيمتر. المكعب اللي هو الجزء العلوي هو المكعب. باهي طوله وعرضه وارتفاعه 6، يعني حتى الارتفاع بتاعه راهو 6، لأن المكعب طوله زي عرضه زي ارتفاعه. وفي الأسفل الكتلة السفلية هذه متوازي مستطيلات. باهي أعطيني أبعادها. ارتفاعها 5 وأعطيني البعد هذا 7. الآن أعزائي التلاميذ كم تتوقعوا يكون طولها هذه الكتلة اللي هي على شكل متوازي مستطيلات؟ كم يكون طولها؟ إذا كان من هنا لهنا 7 ومن هنا لهنا كم؟ 6. هذه 6 هذه 6 ولا لا؟ لأن المكعب أطوال أحرفه كلها متساوية، يتكون مربعات متطابقة. إذا على اليمين في 6 سنتيمتر، على اليسار في 7. إذا هذه الكتلة طولها الكامل كم؟ 13 سنتيمتر. إذا طولها كلها 13 سنتيمتر. الآن ارتفاعها 5. عرفنا الارتفاع 5. العرض كم العرض هذا؟ العرض هذا عرضها هو نفس العرض هذا ونفس العرض هذا ولا لا؟ اللي هو 6. إذا عرضها كم؟ 6 سنتيمتر. إذا المتوازي المستطيلات اللي هو الكتلة السفلية، هذه الكتلة السفلية باهي طولها 13 سنتيمتر وعرضها 6 سنتيمتر وارتفاعها 5 سنتيمتر. بينما المكعب العلوي طوله 6 وعرضه 6 وارتفاعه 6، لأن الطول زي العرض زي الارتفاع. المطلوب الآن هو حجم متوازي حجم هذه الكتلة لتتكون منين؟ لتتكون من مجسمين، مجسم علوي ومجسم سفلي. كيف نوجد الحجم بالكامل؟ في الأول حنوجد حجم المكعب، ثم نوجد حجم متوازي المستطيلات، ثم نجمع الحجمين مع بعض مش نتحصل على حجم هذا المجسم بالكامل. إذا في الأول حنطلعوا حجم هذا قلنا يتكون من مكعب ومتوازي مستطيلات. حنطلع في الأول حجم المجسم هو حجم المكعب زائد حجم متوازي مستطيلات. في الأول حنطلع حجم المكعب اللي هو قلنا طوله 6 وعرضه 6 وارتفاعه 6. 6 في 6 في 6 216.
سنتيمتر مكعب. الآن حنطلع حجم متوازي المستطيلات. ما ننساش، لاحظوها احنا قلنا كم؟ طوله 13، عرضه 6، وارتفاعها 5. 13 منين جتني؟ قلنا من 7 و6، والعرض هو 6. ماشي؟ إذا طلعنا هنا حجم متوازي المستطيلات. نفس الشيء حتى هو الطول في العرض في الارتفاع. الطول 13 ضارب العرض 6 ضارب الارتفاع 5. لما نضربهم يطلع 390 سنتيمتر مكعب. حنجمع الحجمين، الحجم الأول اللي هو حجم متوازي المستطيلات وحجم المكعب لكي يعطيني حجم المجسم اللي هو حجم مكعب نجمع مع حجم متوازي المستطيلات. إذا نجمع الحجمين 216 زائد 390 طالع 606 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو حجم المجسم. هذه الطريقة الأولى. في طريقة أخرى نستطيع هذا المجسم اللي هو يتكون من مكعب في الأعلى ومتوازي مستطيلات في الأسفل. نقدر نقول إنه هو عبارة عن كائن في الحقيقة كتلة واحدة، كائن متوازي مستطيلات واحد. أبعاد طوله 13 وارتفاعه 5 و6. كم يصبح 5 و6؟ 11. وعرضه 6. إذا هو كان عبارة عن كتلة واحدة نقصنا منها متوازي مستطيلات. إذا نوجد حجم الكتلة الكبيرة الأولى اللي هو طولها 13 وارتفاعها 5 و6 وعرضها 6. نضربهم في بعضهم 13 في 11 في 6 وننقص منها حجم هذه الكتلة التي أبعادها كالآتي: طولها 6، الكتلة اللي كاينة هنا طولها 6 وارتفاعها 6 وعرضها 6. طولها 7 أقصد، معلش، طولها 7 الكتلة اللي كاينة هنا، وارتفاعها 6 وعرضها 6. إذا نبدأ في الأول. حجم متوازي مستطيلات الطول في العرض في الارتفاع. حجم متوازي المستطيلات الكبير هو عبارة عن طولها 13 وقلنا عرضه 6 وارتفاعها 11 اللي هو 5. 11 منين جتني؟ 5 و6. لما ضربتين طلع لي 858 سنتيمتر مكعب. حجم متوازي المستطيلات الصغير اللي قصيناه منه اللي هو طوله 7 وعرضه 6 وارتفاعه 6 اللي هو 252 سنتيمتر مكعب. الآن حنطرح حجم متوازي المستطيلات الكبير من حجم متوازي المستطيلات الصغير. ما حتتكون عندي اللي هو حجم المجسم 606 سنتيمتر مكعب. هي نفس النتيجة اللي تحصلنا عليها. لاحظ نفس النتيجة اللي تحصلنا عليها في الأول اللي هو كم؟ 606. لاحظ أنها نفس النتيجة، هي 606 سنتيمتر مكعب. سواء قلنا احنا المجسم هو عبارة عن متوازي مستطيلات في الأسفل ومكعب في الأعلى ونجمع الحجمين، أو نقول هو عبارة عن كائن كتلة كبيرة على شكل متوازي مستطيلات وطرحنا منها الكتلة اللي في جنب دي ناقص. الآن نطرح الحجمين، حجم الكتلة الكبيرة ناقص حجم الكتلة اللي كاينة هنا. الآن المثال هذا قال لك أوجدي هذا الشكل. طبعا الشكل هذا عبارة عن كائن متوازي مستطيلات اقطعنا منه هو كائن مكعب، معلش، كائن مكعب طوله 9 وعرضه 9 وارتفاعه 9. اقطعنا منه كتلة على شكل متوازي مستطيلات عرضها 4 وطولها 4 بينما ارتفاعها 9. قطعناها يعني. لاحظ هذا الحل، يعني هي كاين الكتلة بالطريقة هذه، كاين مكعب طولها 9 وعرضه 9 وارتفاعها 9. اللي صار إن طرحنا منه متوازي المستطيلات. اهو طرحنا منه متوازي المستطيلات. إذا حنوجد حجم المكعب وحنقص منه حجم متوازي المستطيلات اللي طوله 4 وارتفاعه وعرضه 4 وارتفاعه 9. إذا حنوجد حجم المكعب اللي هو 9 في 9 في 9. كم؟ 9 في 9 ب 81 ونضرب 81 في 9 كم يطلع؟ 929 سنتيمتر مكعب. الآن نطلع حجم متوازي المستطيلات اللي هي طولها 4 وعرضها 4 وارتفاعها 9. نضربهم ببعضهم يطلع 144 سنتيمتر مكعب. الآن نطرح حجم المكعب، نطرح منه حجم الكتلة اللي قصيناها، مش يقعد لي حجم المجسم المقصوص اللي هو حجم المجسم كائن مكعب حجمها 729. طرحنا منه كتلة على شكل متوازي المستطيلات أبعادها 4 في 4 في 9 اللي هو حجمها 144. فحجم الكتلة المتبقية هي 585 سنتيمتر مكعب. لأن نلاحظ أن هذا الشكل هو يتكون من، في الحقيقة أيضا هذا الشكل لاحظ يتكون من وين؟
يتكون من طبعا تذكر أن قبل نهاية الحصة أن الحجم هذه اللي هو مثلث الحجم، الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. قلنا احنا لو كان نبي مثلا هنا تقسيم هنا ضارب، لو كان مثلا نبي الحجم حنغمه على الحجم عشان يقعد لي في المثلث، ونقول الحجم يساوي يقعد لي الطول في العرض في الارتفاع، يقعد لي الطول في العرض في الارتفاع. فرضا انني الان نبي مثلا اوجد الطول، قال لي في المساله اوجد الطول، حنغمه على الطول عشان يقعد لي في المثلث، حيقعد الحجم فوق، الطول يساوي الحجم فوق ولوط عشان يقعد العرض ضارب الارتفاع، العرض ضارب الارتفاع. فرضا ان تو قال لي نبي اوجد العرض، حنغمه على العرض عشان قعد لي قعد لي العرض يساوي قعد لي الحجم فوق والطول ضارب الارتفاع لوطة. لو كان قال لي مثلا اوجد الارتفاع، حنغمه على الارتفاع ونقول الارتفاع يساوي عشان قعد لي الحجم فوق والطول ضارب العرض لوطة، الطول ضارب العرض لوطة. الآن تذكر أيضا هذه المثلث بتاع مساحة القاعدة، الحجم بمعلومية مساحة القاعدة. لو كان قال لي نبي الحجم هنغمه على قال لي نبي مساحة القاعدة، هنغمه على مساحة القاعدة عشان يقعد لي نقول مساحة القاعدة تساوي قعد لي الحجم فوق والارتفاع لوطة. فرضا هو قال لي أوجد ارتفاع، هنغمه على الارتفاع عشان حيقعد لي في المثلث ونقول له ارتفاع يساوي الحجم فوق ومساحة القاعدة لوطة. فرضا قال لي نبي الحجم، هنغمه على الحجم عشان يقعد عندي يقعد مساحة القاعدة ضارب الارتفاع، الحجم يساوي مساحة القاعدة ضارب الارتفاع. انتهت الحصة، أرجو الاستفادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.